الصدق في الخبر، بداية الإخلاص، وأثير ميلا، منتهى الإخلاص. إذاعة الجزائر من ميلا، نكون حيثما تكون. منتصف النهار بإذاعة الجزائر من ميلا. إذاعة الجزائر من ميلا، نشرة الأخبار. نشرة الأخبار أقدمها لكم سفيان بلاح، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري لقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية يتطرق فيه إلى قضايا وطنية إقليمية ودولية. قمنا بتسطير برنامج، هناك 53 شاحنة سهريج راهي متوفرة. تخصيص أزيد من 50 شاحنة سهريج لتموين المواطنين بالمياه بالمناطق التي تشهد تذبذبا في التوزيع. أنا حاشاك في كل مكان كاينة نظافة لا ناقصة في الحياة. انتشار النفايات المنزلية بعدد من البلديات يثير استياء المواطنين. محاضرة بعنوان ميلا، تاريخ وأعلام المحطات الأساسية من تاريخ ميلا. وثقافيا، المقهى الثقافي يحط الرحال بمكتبة بوقران، والبارز فيه التعريف بتاريخ وأعلام ولاية ميلا. رياضيا، النادي الرياضي لميلا لكرة اليد لأقل من 21 سنة يواجه مساء اليوم مولودية برج بوعريريج في نهائي كأس الجزائر لهذه الفئة. أهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة المنتصف. أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية تطرق فيه إلى مختلف القضايا الوطنية الإقليمية والدولية. اللقاء هذا سيبث سهرة اليوم بداية من الساعة 9 ليلا عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية. والتفاصيل في هذه الورقة لمحمد دحمان. أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية أن البرامج السكنية لن تتوقف، مجددا التزامه بإنجاز خطوط السكك الحديدية. رئيس الجمهورية ترحم على ضحايا الحرائق التي مست بعض مناطق الوطن، مؤكدا التغلب على هذه الحرائق في ظرف 72 ساعة ببعض المناطق بفضل استلام الجزائر لطائرة من الحجم الكبير متخصصة في إخماد الحرائق، وكذا استئجار 6 طائرات أخرى قبل اندلاع الحرائق. رئيس الجمهورية أوضح أن الجزائر أصبحت أول بلد إفريقي وثالث بلد عربي في إنتاج المياه باستخدام تقنية تحلية مياه البحر، وأن إنتاج الجزائر من المياه سيبلغ 1,400,000,000 متر مكعب يوميا بعد استكمال إنجاز محطات التحلية المبرمجة. في الشأن الإقليمي والدولي، كشف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عن الاتصال بأصدقائنا الصينيين للدخول معهم في برنامج طموح. وبخصوص النيجر، أكد السيد الرئيس وجوب العودة إلى الشرعية الدستورية والدعوة إلى الحل السلمي مع إبداء الاستعداد لتقديم المساعدة في حال طلبوا ذلك. كما أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن زيارته إلى فرنسا لا زالت قائمة في انتظار برنامج الزيارة من قبل الرئاسة الفرنسية. واللقاء كما قلنا آنفا سيبث سهرة اليوم بداية من الساعة 9 ليلا عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية. محليا، خصص قطاع الري بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية والجزائرية للمياه أزيد من 50 شاحنة صهريج للتدخل وتموين المواطنين بمياه الشرب بالمناطق التي تشهد تذبذبا في التوزيع في فصل الصيف. يقول رئيس مكتب الإنجاز بمديرية الري السيد عبد الباقي بلوات. قمنا بتسطير برنامج، هناك 53 شاحنة سهريج راهي متوفرة موزعة على البلديات، من بينها 3 إلى 4 شاحنة سهريج بالنسبة للجزائرية المياه، ويقوموا بعملية توزيع للمناطق اللي تشهد تذبذب، ويقوموا بعملية دورية. في الانشغالات، يشتكي المواطنون ببعض بلديات الولاية من انتشار النفايات المنزلية عبر الأحياء بسبب تأخر عملية الرفع من قبل عمال النظافة. الوضعية أثارت استياء المواطنين حسب هذه الصورة الصوتية.
وما ما حاشاك في كل مكان كاينه، يعني راهي كارثه كبيره كبيره كبيره. ظن الشاحنات ناقصين والله عمال ناقصين يعني اللي يهزوا، كيعود ماشي الواحد غير يحشم بروحه انه وين الوضعيه اللي وصلنا ليها. راهي دوك جاتنا الصيف وراهي الامراض تقوى وراهي النظافه لا ناقصه في الاحياء، اش كاينه قدا خطره، كاين بلايص هكذا اللي كانوا نظاف زادوا ولاو يطيشوا فيهم الناموس الخباز الريحه. الانشغال تجيب عنه السيدة رجاء بن مخلوف مفتشة رئيسة بمديرية البيئة. البلديات لازم يتدعموا بوسائل نقل النفايات يعني جديده يعني ومتطوره، ويكونوا ايضا يعني البلديات تعمل على وضع لي شيمان ديريكتور مخطط يعطيو له اهميه، يعني ماذا بينا يعطيو له اهميه كبيره، مخطط توجيه لتسيير النفايات، لانه هذا هو اللي راح يعرفنا ويقدرنا اننا نكملوا نخدموا ونديروا لي سونتر دوبيراسيون باش نقدروا نخدموا بهم. مخطط توجيه يعني لازم يكون يتحين كل 10 سنوات ويكون صح يعني مخدوم، مش نخدموا بطريقه عشوائيه نجمعوا النفايات هذيك لا كوليكت برك. هذا وتحصي مديرية البيئة عدة نقاط سوداء ببعض البلديات بسبب الرمي العشوائي للنفايات المنزلية، ما يشكل خطرا على الصحة والبيئة. المفرغات العشوائيه ما زالت كما مازال بلديه رواشد، ما زالت عندنا المفرغه بلديه العياضي برباس ايضا، يعني في الاماكن يعني ما زالوا عندنا نقاط سوداء. نتمنى من الناس انهم يعني ما يزيدوش يرميوا في هذو الاماكن العشوائيه، خلي البلديه اللي تقوم بعملها. البلديه خص تسلك اماكن وين ترمي نفاياتك، احترم الاماكن ان نرمي. حرق النفايات بطريقه عشوائيه يسبب كما بلديه رواشد يعني قريبه في هذيك المكان اللي يرميوا فيه قريب الغابه، يسبب لنا كوارث طبيعيه، يعني يسبب لنا تلوث الهواء، يسبب في حرق الغابات، يعني يهدد البيئة ويهدد أيضا صحة الإنسان. فقدت الجزائر وولاية ميلا مؤخرا قامة علمية وأحد أعمدة البحث العلمي التاريخي ابن العياض برباس الدكتور محمد الصالح مرمولة. هذا وكانت إذاعة الجزائر من ميلا قد أفردت للرجل برنامجا خاصا في 10 من شهر فبراير 2016 لاستعراض سيرته ومسيرته العلمية. نستمع لمقطع من تدخل الراحل الدكتور محمد الصالح مرمولة. يعني في الجزائر الناس الكل يهتموا غير بالتاريخ الحديث والمعاصر. لماذا؟ لأنه سهل في متناول اليد، بينما الفترات الأخرى تقريب مهملة. لا تقريب مهملة بنسبة مئوية. من 75 إلى اليوم الآن خلاص وتقاعد خارج الجامعة، فإذا 45 عام بين الطلبة في جامعة منصوري قسنطينة. والله الوقت يأكلنا دون أن نشعر، وأنا أجد متعة روحية عندما أقف على المنصة أمام الطلبة في المدرج. رحمه الله وأسكنه فسيح جنته. في الشأن الثقافي احتضنت اليوم المكتبة البلدية عنصر أحمد ببقرانة ببلدية شلوم العيد نشاط المقهى الثقافي لدار الثقافة مبارك الميلي. المناسبة شكلت فرصة لتقديم مداخلة بعنوان ميلا تاريخ وأعلام، إضافة إلى مناقشة أعمال الفائزين في مسابقة مبارك الميلي للقصة القصيرة من تنظيم إذاعة الجزائر من ميلا. والتفاصيل في تقرير لمحمد دحمان. برنامج المقهى الثقافي هذا السبت متنوع وثري، يوضح عبد الرزاق بوشناق مدير دار الثقافة مبارك الميلي. في برنامج ثري ومتنوع، مداخلة دكتور العمري مرزوق لعنوان ميلا تاريخ وأعلام، قراءات شعرية لشعراء من مدينة شلغوم العيد، قراءات في قصص حازت على جائزة مبارك الميلي للقصة القصيرة نظمتها إذاعة ميلا الجهوية، ونختم نشاطنا بوصلات أغنية المألوف. مكتبة عنصر عمر ببقرانة بشلغوم العيد ساهمت في التعريف بكتاب المنطقة. يتحدث مسير المكتبة عمار شوشان. درنا معرض خاص بجميع الكتاب اللي تعاملت معهم جمعية المستقبل لإثراء المكتبة، ورشات للرسم الخاصة بالمكتبة، إلقاءات كتاب تاع شلغوم العيد اللي راهو عددهم 10. المبادرة هذه تولي إن شاء الله إيجاب على الكتاب وعلى المكتبة وعلى جمعية المستقبل وعلى بلدية شلغوم العيد ككل. الدكتور العمري مرزوق أسس نشاط المقهى الثقافي بمحاضرة عن تاريخ ميلا. محاضرة بعنوان ميلا تاريخ وأعلام. أحاول أن أقف عند المحطات الأساسية من تاريخ ميلا كمدينة وميلا كولاية. ويرجى التعريف بأعلام وشخصيات كان لها إشعاع علمي وفكري ثقافي. يضيف الدكتور العمري مرزوق أهم أو أبرز الشخصيات في القديم والحديث من أبناء ميلا المدينة وميلا الولاية، ممن ساهموا في الحركة الثقافية
الحركة العلمية عبد القادر الراشدي وهو من بلدة الرواشد، أحمد البغواني من ميلا، عبد المجيد الشافعي ومن أبناء شلغوم العيد، طبعا مع تركيز سيرة وعطاءات شيخنا مبارك الميلي رحمة الله عليه. المقهى الثقافي عرف حضورا ومشاركة متميزة للمثقفين والجمعيات جنوب ولاية ميلا. من الثقافة إلى الرياضة بعد فاصل قصير. يواجه النادي الرياضي لبلدية ميلا لكرة اليد لأقل من 21 سنة يواجه مساء اليوم نادي مولودية برج بوعريريج في المباراة النهائية لكأس الجزائر لكرة اليد لهذه الفئة. وكان النادي الرياضي لبلدية ميلا قد فاز أمس على نظيره المجمع الرياضي لسور الغزلان في نصف نهائي البطولة بنتيجة 21 إصابة مقابل 20. بالتوفيق للنادي الرياضي لبلدية ميلا لكرة اليد في هذه المباراة. إلى التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يجري اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية يتطرق فيه إلى قضايا وطنية إقليمية ودولية. قمنا بتسطير برنامج. هناك 53 شاحنة سهريج راهي متوفرة. تخصيص أزيد من 50 شاحنة سهريج لتموين المواطنين بمياه الشرب بالمناطق التي تشهد تذبذبا في التوزيع. كما حاشاك في كل مكان كاينه نظافه لا ناقصه في الحياه. انتشار النفايات المنزلية بعدد من البلديات يثير استياء المواطنين. محاضرة بعنوان ميلا تاريخ وأعلام، المحطات الأساسية من تاريخ ميلا. ثقافيا المقهى الثقافي يحط الرحال بمكتبة بقران والبارز فيه التعريف بتاريخ وأعلام ولاية ميلا. ورياضيا النادي الرياضي لميلا لكرة اليد لأقل من 21 سنة يواجه مساء اليوم مولودية برج بوعريريج في نهائي كأس الجزائر لهذه الفئة. في الختام تحياتي وتحيات محمد الشريف بالكربي على العارضة التقنية. متابعة طيبة لبقية برامجنا. ولمزيد من الأخبار بإمكانكم متابعتنا عبر صفحاتنا على الفيسبوك وإنستغرام راديو ميلا، ومشاهدتنا على قناتنا عبر اليوتيوب إذاعة ميلا.